يعرفوا الناس عن المشاكل اللي بتقابلنا وما يضحكوش على نفسهم، ويساعدونا ان احنا نبعت صوتنا، ويساعدونا ان احنا نجمع كلامنا مع بعض، علشان ما ينفعش نرضى بظلمنا. صباح الخير. النهارده يوم جديد. انا اسف امبارح ما قدرتش افلوج علشان كان عندي مشكله في الابلود وكده، لان كان يوم سفر فما عرفتش ارفع الفلوج، فقلت اما ارفع الفلوج امبارح وخلاص. النهارده يوم مختلف عن بقيه الفلوجز لسببين. اول سبب لان انا غبت. النهارده راحت عليا نومه علشان عبد الخالق اللي بيصحينا كان عنده برزنتيشن في حته كده فمشي بدري فما صحيناش. تاني سبب للنهارده حلقه مختلفة شوية ويوم مميز، ان النهاردة مش هنبقى بنعمل فلوج عن اليوم عادية. النهاردة انا هكلمكم عن حاجة مهمة انتوا لازم تعرفوها عني، واظن في ناس كتير بتتفرج او هيبقى في ناس كتير بتتفرج محتاجة تعرف معلومة زي دي، وهي المدرسة اللي انا فيها. خلونا نبدأ الاول باسم المدرسة اللي انا فيها. اسم المدرسة بتاعتنا هو مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، زي ما انتم شايفين كده. مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. الاسم ده كلنا او اغلبنا يعني معترضين عليه، وانا شخصيا معترض عليه جدا، لان الاسم مش معبر خالص عن احنا مين واحنا بنعمل ايه. شوفوا 100 دفعة عبارة عن 150 طالب، مش كلهم طلاب متفوقين الا انهم طلاب متميزين او يحلوا اسئلة اصعب شوية. الا اننا مش كده اطلاقا، ده بالعكس احنا كمان بنذاكر المناهج، مجتمعنا بنديها وقت اقل دي على انهم الناس اللي بيقدروا يحفظوا زيادة او يذاكروا زيادة او يحلوا اسئلة اصعب شوية. الا اننا مش كده اطلاقا، ده بالعكس احنا كمان بنذاكر المناهج بنديها وقت اقل. نظام الدراسه في مدرستنا اسمه بروجكت بيزد ليرنينج، وهو الدراسه اللي بتبقى مبنيه على المشروع. بنستخدم المشروع في اننا بنتعلم حاجه جديده، وده بيتربط بالمواد عن طريق ان احنا في كل ترم بنعمل المشروع ده، وبنبقى بانيينه على اساس على اساس ان احنا نتعلم كل حاجه في كل ماده هتساعدنا في ان احنا نعمل المشروع ده ونحل المشكله اللي احنا محددينها للترم ده في مصر او ايا كان هنعالجها ازاي. المشكله بقى اللي بتواجه مدرستنا، ودي اهم حته لازم نتكلم فيها، هي التمصير اللي بيحصل للمدرسه، وان احنا بنحاول نربطها قوي بالمناهج بتاعتنا. نحاول نلاقي مدرسين من هنا من مصر، مدرسين مرتبطين بالمدرسة، نظرا لان هي حاجة بتقدم حاجات كتير وفيها طلاب اذكياء كتير. احنا كل طالب هنا، انا مش هتكلم عن نفسي بس عن اصحابي، كل واحد مميز في حاجة ايا كان الحاجة اللي انا محتاجها او عايز اعملها، هلاقي حد يعملها او يساعدني يعملها لي ويساعدني فيها، ونقدر نوصل لاحسن نتيجة ممكن ما يقدرش يعملها بروفيشنالز بره. وده لان كل واحد هنا اتعلم الحاجة اللي بيحبها بجد، وقدر يوصل للدرجة اللي هو عايزها فيها. المشكلة بقى اللي بتواجه مدرستنا، ودي اهم حتة لازم نتكلم فيها، هي التمصير اللي بيحصل للمدرسة، وان احنا بنحاول نربطها قوي بالمناهج بتاعتنا. نحاول نلاقي مدرسين من هنا من مصر، مدرسين مرتبطين بالمدرسة، نظرا لان هي حاجة بتقدم حاجات كتير وفيها طلاب اذكياء كتير. احنا كل طالب هنا، انا مش هتكلم عن نفسي بس عن اصحابي، كل واحد مميز في حاجة ايا كان الحاجة اللي انا محتاجها او عايز اعملها، هلاقي حد يعملها او يساعدني يعملها لي ويساعدني فيها، ونقدر نوصل لاحسن نتيجة ممكن ما يقدرش يعملها بروفيشنالز بره. وده لان كل واحد هنا اتعلم الحاجة اللي بيحبها بجد، وقدر يوصل للدرجة اللي هو عايزها فيها. الموضوع ده بيرجع للمجتمع اللي احنا حاطين نفسنا فيه هنا. لو بصيت ان احنا ك150 واحد عايشين مع بعض 3 سنين كهاي سكول ستودنتس، قاعدين في مكان مقفول، الصورة اهو قدامكم، متحوط حوالينا من كل ناحية، واحنا اساسا في صحراء. بس لو بصيت للموضوع من نظرة مختلفة شوية، هتلاقي احنا مع بعض ومحبوسين وكده، بس كل واحد بيقدر يضيف حاجة للتاني، كل واحد بيقدر يتعلم حاجة من التاني، كل واحد بيقدر يساعد التاني في حاجة، وكل واحد لو كان قليل الباقيين بيرفعوا الكيرف بتاعه شوية، فأي طالب بيطلع من هنا بيبقى طالب مميز. المشكلة بقى بالنسبة لنا ان الناس دول اساسا ماشيين بعقلية مصرية، دول موجهين اوائل وحاجات من مصر، فكلهم بيفكروا. انا مش قصدي ان الناس دي وحشة، بس الناس دي مش كواليفايد، ان هي مش فاهمين اصلا احنا المفروض نعمل ايه. التفكير بتاعنا ان احنا لما عملنا حاجة علشان تطلعنا من مشاكلنا، حددناها برضو بمشاكلنا وقلنا لهم تعاملوا. هل احنا كده هنقدر نبقى حاجة او نعمل اي حاجة او نطلع من الحدود اللي احنا محطوطين فيها؟
احنا كمجتمع عندنا مشاكل ضخمة كتير، بس مشكلتنا الكبرى هي التفكير، ان احنا كلنا قاعدين في دايرة مقفولة عمالين نلف فيها مش قادرين نخرج منها، بنشاور على بعض بمشاكلنا وما احناش عارفين ان احنا المفروض نفكر تفكير منطقي علشان نقدر نحل اكبر مشكلة عندنا وهي مستقبلنا اللي هو احنا. اكبر استثمار انت ممكن تعمله هو افيد استثمار وهيجيب لك ناتج نافع هو الشباب بتاعنا والطلاب بتوعنا. فكك مني، بص للناس الكتيرة اللي مرمية في مدارس هيقضوا 25 سنة من حياتهم بيحاولوا علشان يوصلوا في الآخر إن هم يتعلموا، في الآخر هيلاقوا نفسهم ما اتعلموش حاجة وإن هم يبدأوا من الأول. الشهادة بتاعت الجامعات بتاعتك مش موثقة، محدش في العالم بيعترف بيها غيرنا. الكوادر اللي بتطلع، الولاد اللي انت بتعلمهم، اي حد من عندك من الثانويه العامه لما بيطلع منها بيطلع لازم ياخد اختبارات علشان اصلا بره يعترفوا او يتقبلوا ان هو خد المرحله الثانويه والهاي سكول. فانت مش معترف بيك في العالم، انت قاعد في البوكس بتاعك، قاعد في الصندوق اللي انت محدد نفسك بيه وما انتش راضي تطلع منه وما انتش قابل ان هو غلط. بتفصيل اكتر، في حاجة عندنا اسمها جورنال، وده اللي بيقيم أداء كل واحد في المشروع بتاعه، وده بيحصل 5 اختبارات منه. الدرجة بتاعت الواحد فيهم، هو بيبقى امتحان عبارة عن ساعة بس بتدخل تجاوب 4 أسئلة، الدرجة بتاعت الواحد فيهم بمادة كاملة. تمام، الموضوع ده مش مشكلة، مش مشكلة إطلاقا، لأن الجورنال ده والكابستون والفكر بتاعه حاجة كويسة جدا إن احنا نكبرها مقابل المواد اللي بقت امتحاناتها بالطريقة التقليدية بتاعتنا. لكن بص، على قد ما الموضوع ده بيفيدنا على قد ما هو بيضرنا لما استخدمناه غلط، لما خلينا الدرجات دي في ايد ناس ما هيش فاهمه يعني ايه اساسا كابستون، ناس عايزه تدخل تعلم الجورنال علشان تجيب فلوس زياده في الشغله بتاعته، ما عندوش اي ضمير، هو بس عايز يحط حرف من 4 واي جي ار والبي اللي هي بتاعت بلو وريد وجرين ويلو، اي لون من الثلاثه وبترتيبهم. الترتيب هيبقى قدامكم عشان تعرفوا ايه فيهم اعلى وايه اقل. الناس دول بيدخلوا يعملوا التقييم ده بالحظ، بيعملوه كده راندوم، اللي هو يعملوه اي حاجه في اي حاجه علشان مجرد ان هو يبقى عمل ال20 ولد اللي تحت ايده فياخد الكام دولار الزياده اللي هيقبضهم، وده في الاخر بيدمر مستقبلنا احنا، بيدمرنا احنا نفسيا. بص انا موافق اخد ريد، بجد موافق وما عنديش اي مشكله، بس انا ما اخدش ريد الا لما اكون مستحقها، اديها لي وانا مستحقها ومش هعترض ومش هقول اي حاجه. بس ان انا اخد ريد وانا مستحقش، انا عارف ان المفروض ان الموضوع بتاع التقييم ده الهدف بتاعه ان هو ما يساويناش ببعض، وان كل واحد، ان واحد يبقى بياخد اعلى واحد بيبقى بياخد اقل، بس الفكره ان احنا اللي عملوه فينا ان هو ما خلوش فيه اي عدل ما بيننا، ودي المشكله اللي بتعبر عن كل المشاكل اللي احنا بنمر بيها، بتعبر عن كل الازمات اللي احنا بنعدي بيها، عن كل الحاجات اللي محددانا. احنا دلوقتي كل سنه، كل ترم مش كل سنه، بنحل كل المشاكل بتاعه مصر بمشاريع اول شرط فيها ان هي تبقى ابليكابل، ان هي تبقى بتطبق، يعني مش مشاريع خياليه، مش واحد بيقول لك انا هخلي الصخور تتكلم وتطلع صوت بيعبر عن الفراخ او كلام حيوانات او تقول لنا التاريخ بتاعها، مش كلام هبل وعبط. فانا ارجو ان احنا نوصل الكلام ده، ارجو ان الناس تعرف اكتر عن مدرستنا. بس بعد ما عرفنا المشكله دي كلها احنا ممكن نتكلم اكتر عن النظام اللي احنا فيه وازاي هو ماشي، علشان تقدروا تعرفوا قد ايه النظام اساسا الثانوي العادي غلط وممكن وحاجه موجوده في مصر فعلا وهي مكتوبه بحروف عربي، ممكن احنا نطبقها، ممكن الفكر ده نتبعه وممكن نطالب بيه وبعد كده نوصل انه يبقى موجود. المدرسه بتاعتنا نظامها مختلف جدا عن الثانويه العامه، وده بسبب ان هي اتبنت بتصميم امريكي والنظام نفسه تصميم امريكي، فكان الهدف بتاعهم مش قديم، كان الهدف بتاعه ان هو يعمل نظام تعليم حديث يطلع قادة ورواد للمستقبل بتاع ايا كان البلد اللي هتتعمل فيها. النظام بتاعنا من الاخر بيقسم مجموعنا بطريقة 60% للمشروع اللي هو بنحل مشكلة كل ترم، بيبقى بقى متقسمة على عرض، على بروتوتايب، على جورنالز اللي هي الامتحانات اللي كان فيها الريد اللي اتكلمنا عنها في الاول، في الاعمال السنه والحضور والغياب والحاجات دي، والمواد بتاعتنا كل ماده بيبقى ليها نسبه معينه، بس في الاول وفي الاخر بتبقى المواد في الاخر نسبتها الماده الواحده اقل من الجورنال الواحد. في الختام النظام بتاعنا على قد ما هو كان علميا كويس وكنت اتعلمنا منه كتير، الا اننا اتعلمنا اكتر من بعض، اتعلمنا اكتر من الاشخاص اللي موجودين معانا في المدرسه. بجد 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 دلوقتي انا لو عايز اعمل مشروع
احل بيه اي مشكله مضايقاني. لو انا عايز احل مشكله التعليم، وعلى فكره في فيديو عن مشكله التعليم انا عامله قبل كده، بس لو انا عايز اعمل حل لمشكله التعليم ويكون منطقي ويكون يقدر يتحل واقدر اقدمه، انا ممكن بجد اعمل تيم من المدرسه من هنا. لو انا عايز اعمل بيزنس اجيب بيه فلوس، هجيب تيم من المدرسه هنا. لو انا عايز اطبق مشروع من المشاريع دي واخليه مشروع ابليكابل واقدر اعمل بيه اي حاجه، هجيب تيم من المدرسه دي. لو انا عايز اخد انتل ايسف واطلع اخدها على مركز عالمي، فهجيب ناس من المدرسه دي. اي حاجه احنا ممكن تكون اتعملت فاتعملت بناس من المدرسه دي، وده مش عشان هم كويسين، ده عشان التجربه او ده مش عشان هم احسن منكم او احسن من حد، ده علشان هم خدوا التجربه دي. فانا بجد اتمنى لاي حد ياخد التجربه دي. بتحتاج اي كيو، بتحتاج مش عارف ايه وايه وايه وايه، بس ايا كان كل الكلام ده في الاول وفي الاخر اي حد بيمر بالتجربه هتفرق معاه وهتخليه حد احسن، حتى لو كان مش بالقدرات العقليه او النفسيه او اللولبيه اللي المدرسه طلبها. فالتجربه نفسها المفروض مش تتعمم بقى. هي الفكره ان احنا اللي مخلينا ضد التعميم بتاع التجربه دي او ان احنا نعمل مدارس اكتر، هو ان هي ما اتطبقتش صح في اول مره، واحنا لسه عندنا مشاكل لحد دلوقتي زي المشكله اللي قلنا عليها، فمخليانا خايفين اساسا ان هي تتطبق. بدل ما هي يبقى تاثيرها احسن على المجتمع يبقى تاثيره وحش عليها. فهو الطلب ان احنا نفكر ونقرا وندور في الموضوع ده، مش نطبقه، ناخد منه الحاجات اللي احنا محتاجينها، ناخد منه الحاجات الكويسه زي حل المشاكل، زي التفكير، زي ان التعليم كله يبقى مبني على ان احنا بنفكر وبنحل. اللي احنا بنعمله ده احنا بنضحك على نفسنا بجد، واللي احنا بنعمله فينا احنا برضو احنا بنضحك على نفسنا وبنبوظ حاجه احنا فيها امل. فيا ريت ما نكملش في ده، ويا ريت ما نبوظش ده، نشتغل على الاثنين، نفكر في الاثنين. ان شاء الله ان شاء الله، الله اعلم، بس احتمال يبقى فيه مستقبل احسن لينا ايا كان، سواء يبقى فيه ولا لا. انا واحد بواحد، اتنين باتنين، تلاتة بتلاتة، شخص بشخص، بيسمعوني، بيتفرجوا، بنتكلم مع بعض، بتشوفوا صحابي، بتشوفوا التفكير، بتشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله. خطوة بخطوة هنقدر يبقى في كوميونيتي، في مجتمع، في ناس حوالينا فاهمين الكلام ده وعارفين ان احنا اللي احنا فيه دلوقتي ده مش وحش بسبب ان احنا وحشين، وحش بسبب ان احنا بس مش عايزين نحله. انما احنا لو فكرنا نحله هنحله. اشوفكم في حلقة بكرة. انا بعمل ديلي فلوجز، انا اسمي يوسف الشاذلي. الفيديو اللي انت اتفرجت عليه ده سواء شير من صديق ليك او اي حاجه، فانا بعمل حاجات زيه كتير عن يومي، عن يوم اصحابي، عن يومي في المدرسه. كل يوم بنتكلم عن معلومه جديده، عن حاجه جديده، بنتعلم حاجه جديده مع بعض. فابقوا تعالوا بعد كده اعملوا سبسكرايب للشانل لو انتوا عايزين تعرفوا اكتر عنها. ما تقول لهم يعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويجوا تاني بكره يتفرجوا على الحلقه على اليوتيوب. ولو هم على فيسبوك يعملوا لايك وشير، يعملوا لايك للبيج، ويعملوا تاج لاصحابهم يعرفوهم نظام المدرسه وازاي في حاجه زي كده في مصر. لو هم من المدرسه يعملوا شير ويعرفوا الناس عن المشاكل اللي بتقابلنا وما يضحكوش على نفسهم، ويساعدونا ان احنا نبعت صوتنا، ويساعدونا ان احنا نجمع كلامنا مع بعض علشان ما ينفعش نرضى بظلمنا. You know my charm, you say it brings problems. Let me love you, put nothing above you.